السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل المشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهتكرر وبيتكرر مرة واثنين وثلاثة وشيء مؤسف. النهاردة موضوعنا حريق الغيات. إيه سبب حريق الغيات؟ وإيه الحاجات اللي إحنا نعملها عشان نأمن نفسنا؟ النهاردة موضوعنا مهم لكل واحد، واسمع النصيحة عشان يعني ربنا يستر علينا وعليك. يلا بينا نتكلم. في الفترة الأخيرة من السنة اللي فاتت شهدنا وقوع غيات، غية بتولع، مفيش تأمين للغية. السنة دي لسه من فترة قليلة، من أسبوع، غية كامل ولعت، بقت عبارة عن حبة تراب. حمام اتحرق كله، كل حاجة ما بقاش لها وجود. حاجة مؤسفة وحاجة تحزن طبعا ان حاجتك اللي بتشوفها تتحرق وحمامك اللي بتحبه. ده موقف يعني ربنا لا يوري حد، موقف وحش جدا وصعب على اي واحد غاوي حمام ان هو يشوف المنظر ده. نرجع ونقول تاني ان الاهمال هو السبب، ان انت مش مأمن نفسك صح، سايب كهرباء شغالة، سلك كهرباء متوصل للغية، في شتاء، في ماس، في حاجات هتحصل بسبب الكلام ده. فغلط جدا ان انا اعمل السلك على طول للغية واسيبه، لازم افصله من عندي من تحت بسكينة او باوتوماتيك عشان خاطر افصل الكهرباء عن الغية. دي اول حاجة في المشكلة، ماس كهرباء. وانت حتى في الغية وفي شتاء وعندك سلك وعريان، هتيجي ممكن تتكهرب لا قدر الله، يجرى لك حاجة. فغلط ان احنا نهمل في موضوع السلوك العريانة او نسيب الكهرباء شغالة اليوم بحاله في الغية وانت مش مطالع. وانا طالع بحط الفيشة، بفتح الزرار وقت النوم، ما انا محتاجه مش محتاجه بقفله من العموم وبقفله من عندي من تحت. غلط ان احنا نسيب الكهرباء. تاني حاجة، حبايبنا اللي بيجيبوا اللمبات بتاعت الشارع الزيبق دي اللي بتسخن، طبعا غلط. بيجي يحطها على الخشب، اللمبة بتسخن، الخشب بيسخن، بيولع الخشب بسبب لمبة. ده تاني سبب. بسبب لمبة كبيرة وبتطلع حرارة، الغاية هتولع. واحد يقول لك ادفي السلاكة، اولع لمبة 200، اولع لمبة زيبق عشان ادفي السلاكة. دفي السلاكة، ولع السلاكة. يبقى ناخد اللمبات الليد ال10 واط وال5 واط واللي ما بتطلعش اي ولا بتعمل انبعاث حراري منها ونأمن نفسنا. يبقى تاني حاجة كهرباء اللمبة. بعد موضوع الكهرباء ونفصل اللمبة. تالت حاجة، في حبايبنا اللي بيشربوا سجاير ولا بيولعوا فحم، لازم يكون عندك علبة فيها رملة، تحط السيجارة بعد ما تخلصها في العلبة، مش ترميها في الأرض. ترميها في الأرض تروح جاية السيجارة جاية في ركن، في ريش، في هوا، نزلت السيجارة ولعت الغية، حتة فحمة طارت ولعت الغية. فيبقى دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتسبب الحرائق الغيات. نخلي بالنا، ربنا يسترها. انت كمان مش الغية والحمام، الغية بتقع على حد، على عربية بتموته. نأمن نفسينا ونأمن غياتنا كويس جدا عشان ربنا يستر علينا وعلى الآخرين. نغوى غية الحمام في سلام، في حب، مش في عكننة. اهتم بالنصايح دي جدا جدا ونفذها، ولعل وعسى نكون سبب ان ما يحصلش اي كارثة او اي حاجة او اي حاجة. من حبنا في الحمام وبيصعب علينا الحمام والغاوي اللي بيحب الحمام، بنطلع نتكلم وبنقول على اللي يرضينا من ربنا قدام حضراتكم بكل امانة وبكل صراحة في كل مجالاتنا.
انا عن نفسي واحد من الناس مش حاطط لمبه ولا سلك كهرباء ولا احب ادور حمام على النور. اللي يقول لك حط كشاف ودي الكشاف في وش الحمام، هنتكلموا في المواضيع دي ونصايب، وحمامك هيتضرب بالطريقه دي. كل الحاجات دي هنتكلموا فيها، بس مش عايزين نحرقوا فيديوهاتنا الحاجات المهمه اللي هنتكلموا فيها. هتستفاد ان شاء الله. ما تنساش تعليقك ولايكك جميل، ولو تقدر تشارك الفيديو يبقى خير وبركة، والدال على الخير كفاعله. وشكرا لكم وشكرا لوقتكم السعيد اللي قضيتوه معايا في الفيديو، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.